معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. كلامنا عن البدايات وشوية أسئلة بقى إيه فيها شوية تاتش عمق كده. قلنا نخش معاكم حتة ديب كده، يعني نخش في الأسئلة اللي هو تخلي الواحد يفكر كده. طب أنا بدأت إمتى؟ هبدأ إمتى؟ يعني بس في الخفيف برضو، مش هنوتر الناس. طب إيه بقى؟ زي إيه مثلا؟ إيه نبتدي نقول يعني؟ طيب ماشي. كلمة بداية أصلا لوحدها ممكن تبقى مصدر قلق لبعض الناس. فكرة إن أنت بتقنعي نفسك قبل ما تقنعي حد إنك تبدأي بداية جديدة، ممكن يبقى حواليها بعض الشكوك. ليه؟ الواحد بيبقى قلقان شوية أو فاكر إن البداية دايما لازم تبقى كبيرة ولازم تبقى بتخض، مع ان اغلب الحاجات اللي كملت فعلا في حياتنا بدأت واحنا مش واخدين بالنا. يعني بنبدأ والدنيا بتدور، واول لما الدنيا بتدور بتحس ان البداية دي كانت فعلا مجرد بداية، ما كانتش اصعب حاجة ولا كانت اكتر حاجة ممكن تسبب القلق. لا، القلق ممكن يجي في خطوات بعد كده وانت بتطور اللي انت بدأته ده. صح. بس فعلا فكرة البداية دي ان الواحد بيبقى خايف. اظن اكتر حاجه ممكن تقلق من البدايات هي الباك فاير، ان انت اللي هو هبدا حاجه جديده طب وبعدين مثلا ولو ردت في صدري مره تانية هيبقى شكلي ايه وحاجات كده. فاهمه قصدك. بس برضو ليه الناس يعني ما تبداوا وبعدين نخاف؟ برضو احنا كلنا طبعا بلا استثناء بنكون خايفين ان احنا نبدا وبعدين نحس ان احنا خيشنا، بوظنا الدنيا شويه، في حاجه ما ظبطتش معانا زي ما احنا كنا مخططين. لكن احسن 100 مره من ان احنا نكون ما بدأناش اصلا. فعايز اسالك سؤال يا منير كده، ليه يعني تسالي الساده المستمعين وانا قاعد معاكي اسالهم عادي؟ ليه اسالك سؤال نساله للساده المستمعين جدا. عايزه اقول لكم يا جماعه سؤال في دماغي كده بصراحه، وكنا بنتناقش فيه انا ومنير، انه ليه احنا بنخاف من البدايه اكتر ما بنخاف ان احنا اصلا ما نبداش؟ سؤال ديب كده يلففنا حوالين دماغنا. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ ايه اللي وصلنا لهنا؟ احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ ما كان الكلام حلو وفي اجواء، بس برضه يعني ليه بتخافوا من البدايه وما بتخافوش انكم ما تبداوش اصلا؟ يعني برضو بنفكر كده في الموضوع. بس عايزه اقول لك بقى البدايه اللي بتخوف ايه. اكتر بدايه بتخوف هي اللي هي هتحس انها هتغيرك، مش عشان شغل جديد ولا مكان جديد وبس، لكن صورة جديدة ليك قدام نفسك وقدام الناس. حصل. دايما بتكون اللي هو بداية السنة الجديدة كده، او تحس انه نيو يير نيو مي. دايما جملة كده ثابتة، معرفش ليه الناس حطاها انه انا هبدأ السنة هبقى شخص جديد. طب ليه؟ يعني الخوف دايما مش بيكون من الفشل، اوقات كتير بيبقى من المحاولة نفسها. ليه بقى؟ لان انت ممكن تخش تجربة وتخرج منها شخص تاني خالص. عشان كده في ناس بتفضل انها تستحمل الوضع اللي هي فيه على اللي هو مش عاجبها، ولا انها تكون في بداية مجهولة. بس بصراحة حتة ان احنا نبدأ السنة وعايزين بداية جديدة، شخص جديد، انا غير السنة اللي فاتت. طب ما انت ممكن تبدأ دلوقتي، ممكن السنة اللي جاية تبقى غير اللي فاتت. ابو حميد اللي معطلك ما يلا ما تهب. اصل في ناس بتقضي عمرها كله بتستعد وبتجهز لفكرة البداية من غير اصلا ما تبدأ. تستنى الوقت الصح، تقول لسه شوية، لسه نتعلم اكتر، لسه نطور من نفسنا عشان نبدأ. بس الحقيقة اللي ثابتة واللي واضحة جدا ان مفيش حاجة او مفيش بداية بتبقى صح بنسبة 100%، او مفيش بداية اصلا بتبقى جاهزة كمان بنسبة 100%، ومفيش حاجة بيقف عنها التطور. يعني مفيش حاجة لا تقبل التطور في وقت من الاوقات. اغلب الحاجات اللي نجحت بدأت واحنا ناقصنا شوية خبرة وهي ناقصها شوية حاجات. ده طبيعي، ناقصنا ثقة، ناقصنا امان لحد ما الدنيا بتدور وتلاقي بقى. عشان عادي اصلا انت مش هتبدأ جاهز. يعني مفيش حد عمره بدأ وهو متأكد 100% ان هو هينجح. يعني اي حد كان هيكون خايف ما كانش هيبدأ. يعني طبعا البداية أولها بيكون خوف، بس العلم بيقول إيه؟ إنه أول السكة دايما محسوب علينا. ليه بقى؟ عشان في دراسة مهمة انتشرت في مجلة علمية اسمها مانجمنت ساينس. باحثين من جامعة بنسلفانيا لاحظوا إن الناس عندها دافع غريب من أي حاجة بتمثل بداية جديدة. زي ما قلنا أول يوم في السنة، أول الشهر، أول أسبوع، أول عارف افتكرت إيه؟ اللي هو أول يوم في البعد. ما تهزريش، نقعد ضحك. كملي عادي. كملي صاروخ لا مش قاصد والله. كملي عادي. الناس دايما تقول مثلا هبدأ الساعة 6، تيجي 6 ودقيقة يقول لك لا سوري كده بقى مضطر خليها 7 بقى وشارب وعلى نظافة. مضطر. ما بحبش ابدا وكسر. يعني خلينا على راس الساعه بالظبط علشان الدنيا تكمل ان شاء الله. اللحظات دي بتاعه البدايات دي بتخلي الانسان يحس انه بيقفل صفحه يفتح صفحه تانية. كأن الماضي اتساب وراه خلاص، اللي هو اللي فات ده مش معانا واللي جاي بقى ايه؟ الجديد شديد. حماده تانية خالص. الجديد شديد وانتظروني انا مش جاي. الدراسه دي بتقول ان الاحساس ده اللي العلماء سموه فريش ستارت افكت بيخلي الناس اكتر استعداد انهم يبداوا حاجه
كانوا مأجلينها. زي مثلا ابو حميد، زي الجيم ابو حميد اللي بتدفع الاشتراك بتاعه بس ما بتروحش عادي. مع اول السنه برضو ده دايما مع اول كتير السنه جدا. كده. وبنشترك بالكوارتر يعني ما بشتركش بالشهر، لا مش اسبوع، مش مره وهجيلكوا تاني اوفر. هتدفع شهرين وهتاخد 3 شهور. خد بالك هم بيلعبوها صح برضو، ما هم بيجوا اوفر في اول السنه عشان دايما نيو يير نيو مي، انا شخص جديد، شخص رياضي، هبطل السجاير، هكون انسان جديد. حصل. ومن اول يناير خلاص هشيل حديد، فهم بيعملوا اوفر في ديسمبر. اي حد بيعمل اوفرز في موضوع الجيم ده أنا يعني زبون جميل جدا، وبدفع الاشتراك وما بجيش ولا مره، ولو جيت ممكن اخد جوس ولا حاجه واقضي وقت لطيف وامشي. ناخد بروتين شيك ابعتوا لي الحاجات اللي كانت متاجله زي ما قلنا لكم، الرياضه والشغل الجديد، وقرار مهم ممكن كنت مستني انك تنفذه، وحتى تغيير عاده كنت متعود عليها وقررت ان انت تبطلها او تبداها لو ما كنتش متعود عليها، مش لانهم بقوا اقوى فجاه، لكن لان البدايه بتديهم احساس نفسي انهم شخص جديد شويه، اقل ارتباطا بغلطات او بغلطاته اللي فاتت، واقرب لفكره انه خلاص اتس تايم وانا اقدر اعملها المره دي. ده بيشرح ليه احنا دايما مستنيين بدايه، مش واخدين بالنا ان القوه مش في اليوم، القوه في القرار. موسيقى تصويريه دلوقتي، خد القرار يا ابو حميد ما تستناش. طيب للاسف الشديد احنا وقتنا مع حضراتكم خلص بسرعه جدا. باي باي باي. كنتم معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير.